مساء الخير او صباح الخير حسب ما بتشوفوني. عايزه تاكلي حواوشي مقرمش وطعمه يجنن زي بتاع بره ويمكن احلى بكتير وانتي ضامنه نظافته؟ تعالى اقولك تعمليه ازاي. الاول نصلي على رسول الله ونقول عليه افضل الصلاه والسلام وكل سنه وانتم طيبين. احنا داخلين على ايام اللحمه، ايام العيد الكبير، الايام المفترجه. ودي وصفه من الوصفات اللي احنا بنشتريها من بره واحنا مش مضطرين بعد كده نشتريها من بره باذن الله. تعالى اقولك بقى تعملي الحواوشي ازاي ويطلع طعمه تحفه احلى من بتاع بره مليون مره بالشكل الجامد ده. وسمعني سلام يا سيدي. هنجيب 3 4 بصلات، هنجيب معاهم فلفل اخضر وطماطمية واحدة. انا حبيت احط الطماطم ودي اختياري. هنخرط البصل في الكبة، انا عايزة انعمه جدا. هنحط معاها نص قرن شطة بس علشان ولادي. وهنحط عليها الفلفل الاخضر ونضربهم. هو المفروض ان انتي بتضربي البصلة لوحدها والفلفل الاخضر لوحده وهكذا. لا، انا بحب اضربهم مع بعض واخلص بصراحة. احط عليهم شوية ملح، لازم اتبل البصلة والفلفل بتاعتي. احط الملح، احط شوية فلفل اسمر، احط شوية من البهارات بتاعت الحواوشي وشوية بيكنج باودر صغيرين. ده بيخلي اللحمة ما تكشش في قلب السندوتش. وبعدين انت ما انتش عايزه تحطي بهارات لحمه او تحطي بهارات حواوشي، حطي يا دوبك فلفل اسمر وملح وشويه بابريكا واكتفي على كده. لان وشويه 7 بهارات، لان اللحمه او الحواوشي ما بيبقاش عايز بهارات كتير، مش عايز حاجات كتير. انا بكتفي بالملح والفلفل الاسمر وشويه بهارات لحمه او بهارات حواوشي. هنا بقى دي التكايه بتاعت بره. بتجيبي اللحمة تولعي فحماية كويس جدا وتحفري ما بين اللحمة وتقومي جاي حاطة الفحماية وحاطة عليها شوية زيت أو حتة ليا من بتاعة اللحمة وتقومي ضغط عليها وكبساها. كده هيشرب البخار كله وتبقى عاملة زي اللي مشوية على الفحم. على البال بقى ما تاخد البخار وطعمها طعم اللحمة بتاعتي. تعالي نعمل الطحينة. الطحينة بجيبها خام، احط عليها ليمونتين، احط عليها شويه ملح شويه كمون واقلبها كويس جدا. هتلاقيها بتتقل معاكي قوي. هتبتدي تجيبي ميه، انا بحط لها ميه سخنه عشان افككها بيها. انت عايزه تحطي ميه عاديه مفيش مشكله. انا حطيت ميه سخنه، هبتدي افككها واحده واحده. كل ما بتفككيها بميه سخنه بتتقل. الليمون والميه السخنه بتقلها وبتخليها تفرط معاكي كتير، تخليها تعمل طحينه كتير. فانا حتى كل ما اجي اخففها بتتقل معايا وبتبقى جميله. انا عملتها القوام اللي انا بحبه وانتي اعمليها حسب الرغبه. هنا حطيت معاها شويه زيت وشويه كمون بس للتزيين مش اكتر. والله العظيم كانت تحفه، ولا زبادي ولا اي حاجه. دي الاقتصاديه فعلا، هو ليمون وشوية الملح وشوية الكمون وزي الفل. هنا بقى هجيب الزيت بتاع اللي انا حطيته بيه الفحمة، انا مش هرميه طبعا. حطيته في قارية الجريل او طاسة سخنة عندك، او ممكن تحطيه في الفرن على درجة حرارة 200 وتستني اما الفرن يسخن كويس وبعدين تقوم حاطة فيه الحواوشي. هتسيبيه لمدة 20 دقيقة. انما على الطاسة هتفضلي كل شوية تقلبيه وتحطيه على الطاسة. عايزة تغطيه غطيه، انا ما غطيتهوش وكان مستوي جميل. هفضل اقلب فيه كل شويه كده عشان ياخد لون من كل حته وكمان يستوي من كل ناحيه. بص اللون، والله العظيم كان لون وطعم تحفه تحفه. وريحه الفحمه كانت باينه في اللحمه وكانت جميله جدا جدا. جربيه ومش هتندمي. هو ده اللي اتقال عليه فعلا يا سيدي. والله العظيم تحفه. كان عظمه والعظمه لله وحدها طبعا. هنا كان سخن ومش عارفه افتحه لكم بس بصوا اللحمه كانت باينه فيه وجميله. ولما تيجي تقطع اللحمه جوسي من جوه جدا. يعني هي ممكن تبقى باينه لكم في الكاميرا جوسي جدا وكانت تحفه من غير ما احط معاها اي مواد دهنيه تانية. لان اللحمه بتاعتي كانت فيها ماده دهنيه اصلا، كان فيها دهن. وهنا معاها شويه بطاطس محمره وشويه طحينه